السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة هنعمل محشي وفراخ وان شاء الله الطريقة تعجبكم. انا جبت الفرخة غسلتها غسلة كويسة ونقعتها بشوية ملح وليمونة لمدة ربع ساعة. بعد كده حطيت مية تغلي. بعد كده غسلت الفرخة مطرح الليمون والملح، وهحطها بقى كده من المية غليت مع بصلاية، وهحط لها شوية ملح واسيبها بقى تستوى. ببدأ كده بالطيور الاول او اللحمة قبل ما ابدأ في الخضار او المحشي. هنا بقى هقلي بصلتين كبار للمحشي. ما شاء الله المحشي لما يبقى تحطي له بصل كتير وخضره كتير بيبقى طعمه حلو. هنا بقطع بصلتين كبار، وبحب اقلي المحشي بزيت مش بسمنه، حسب ما انتي بتحبي، ممكن تحطي سمنه وزيت او زبده، بس انا بحب اعمله بالزيت. هنا بقى البصله اخدت لون حلو، هنزل بالطماطم وهحط شويه ملح وشويه فلفل اسمر. هسيبها بقى تتسبك على مسلق الكرنب. هنا بقى حاطه ميه تغلي لسلق الكرنب. هنا بوريكم الفراخ بتستوى. هنا بقى شلت الراس كده، راس الكرنبه كده، يعني هفكها بقى ورقه ورقه. لو لقيتوا بقى الكرنبه مكبسه معاكم مش عارفين تشيلوا ورقه ورقه كده، قطعوها اربع تربع، وكل ربع حطوه في ميه السليق هتلاقيه فك لوحده. عشان ساعات بنجيب الكرنبه بتبقى كلها مكبسه ببعضها، وساعات بيبقى ورقها سهل كده بتشيل بكل سهوله. فمفيش مشكله، يعني لو ورقها مكبس هنقطعها اربع تربع وتتسلق هتبقى كويسه، كل ربع نحطه في الحله. لكن لو هنحاول نشيل ورقه ورقه منها هتتفرفت ومش هتنفع خالص. هنا بقى اوريكم التسبيكه اتسبكت. وهنا ميه بتغلي لسلق الكرنب، هحط لها شويه ملح. اكله جميله كلنا بنحبها. في ناس بتستصعب بعمايل المحشي، هو كل حاجه يعني بتاخد وقت، وفي نفس الوقت يعني تبقى سهله لما بتسهلي الموضوع على نفسك. يعني بتجهزي الحاجه مثلا بالترتيب، تسوي الحاجه بالترتيب كده، حاجه ورا حاجه تلاقيه خلص بسرعه. واهم حاجه المطبخ يكون نضيف، وده بيسهل طبعا في عمل اي اكل. طالما الحوض نضيف والمطبخ نضيف، ده بيسهل اي اكل بنعمله ومبياخدش وقت خالص. هنا بقى في سليق الكرنب بنحاول نغليه غلوة واحدة بس ونطلعه علشان ما يتهريش، كمان هيتحط فوق بعضه فده بيزود من السوا بتاعه. هنا خلاص كنت سلقته. هنا بقى بوريكم الفلفل بقى ممكن ننضفه بالطريقة دي، هوريكم 3 طرق. ممكن نعمله كده بايدينا، وممكن كده بالسكينة. وال3 طرق يعني كلهم سهلين، وممكن نعمله كده. هنا بقى غسلت الرز وهنزل بقى بالخضرة والطماطم. المحشي لما خضرته تبقى كتير والبصل كتير ده بيديله طعم حلو. هنا بقى هنزل بالتسبيكة. وهنا كانت التسبيكة عدبة شوية، حطيت لها شوية ملح وشوية فلفل أسمر، وده فلفل حامي مفروم. حطيت معلقة وحطيت شوية زيت. هقلب بقى كده الخضرة مع الرز مع الحاجات دي كلها كويس. هنا بقى بحط ورقة كرنب كده في الحلة علشان ما يتلسعش يعني. بتمنى بقى كل اللي يشوف الفيديو يشترك في القناة عشان تنجح بيكم يا رب. وبشكر كل اللي اشترك وكتب لي تعليق حلو، وربنا يكرمكم يا رب، ده من ذوقكم. هنا بقى بوريكم كده. ما شاء الله كان طعمه جميل. اكتبوا بقى وقولوا لي بتحبوا المحشي ولا لا، وبتحبوا انه نوع من انواع المحشي. انا بحب اي نوع من انواع المحشي بحبها،
يعني كل انواع المحشي بحبها، بس اعرف ناس ما بتحبش الكوسه مع انها ما شاء الله يعني مفيده وطعمها حلو، بس اعرف ناس كتير ما بتاكلهاش. اكتبوا قولوا لي بقى بتحبوا انه نوع من نوع المحشي. بس الصراحه افضل نوع بحبه الكرنب، يعني الكرنب ما شاء الله بيبقى طعمه جميل. هنا بقى خلصت حله الكرنب، وهنا بعمل الفلفل. نحاول بقى منملاش الفلفل قوي علشان يستوى كويس الرز وما تفرقعش مننا. ده سواء الفلفل او البتنجان او الكوسه، نحاول نخلي الرز كده مرتاح ما نكبسوش قوي، عشان في السوا ممكن يفرقع وما بيستويش كويس. انا كلامي للبنات اللي لسه بتتعلم، احنا طبعا كلنا بنعرف نعمل اكل وكده، بس بكلمي للبنات اللي لسه بتتعلم. هنا بقى زودت الشوربه. ما شاء الله لونه جميل، عشان كل فيه حاجه مظبوطه، يعني التسبيكه ما شاء الله مظبوطه فيه، والخضره بيبقى شكل وطعم ما شاء الله. هنا بقى بهز الحله كده عشان الشوربه تنزل تحت يعني. هزودهم بقى شوربه وهسيبه بقى يستوى. اكون بقى غسلت المواعين مطرح هعمل المحشي، عشان لما يعني يستوى يبقى المطبخ برضو نضيف. هنا بوريهولكوا وهو بيغلي. هنا بقى كان استوى. اكله بقى صحيه وجميله ما شاء الله، وكمان حابين ناكل الفراخ مسلوقه مرضتش احمرها. اكله مفيده وحلوه. ويا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله.